السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم خبر مميز. الخبر المميز لهذا اليوم وهو أنه كم من واحد منكم يسأل كم يقبض لاعبي المنتخب الوطني على الأوسمة التي وسمهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر الاستقبال الملكي. الكل شاهده، حتى أنه بالأرجنتين استقبال لبطل العالم يعني ميسي وفريق الأرجنتين، لكن الاستقبال الملكي المغربي ليس كمثله. يعني شيء، أي استقبال ليس مثل استقبال الأرجنتين الذي انتهى يعني بقمع يعني الشرطة أو أيوة الشرطة الأرجنتينية قمعت المحتفلين، وكان شجار بين الشرطة وبين المواطنين. في الأخير كلكم شاهدتم أنه يحتفلوا في السماء، لأن ما قدروش يحتفلوا في الأرض، بخلاف الاحتفال المغربي المنظم المرتب. الكل شاهد الاحتفال التاريخي، جماهير مع المنتخب أو أسود الأطلس في حافلة مكشوفة إلى القصر الملكي. وبالقصر كما شاهدتم كان استقبال من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبال يعني للأبطال، ووسوهم يعني أعطاهم أوسمة، وسمهم بأوسمة ملكية. يعني وليد الركراكي، كل اللاعبين زياش، يعني كل اللاعبين حتى الذين لم يلعبوا في كأس العالم، يعني كان في دكة الاحتياط يعني 26 لاعب مع الطاقم، مع رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع. لكن الكثير منكم يسأل سؤال كبير وعريض: كم يتقاضى أي واحد وسمه الملك؟ كم يتقاضى على الوسام؟ أول حاجة أن الوسام الملكي يعني درجات وأنواع وأنواع وأنواع. يعني كل في وسام الاستقلال لم يعد يعني يعطى، لأنه هذا كان يعطى للناس القدماء الذين شاركوا في الاستقلال. الحين في أوسمة مثل الاستحقاق الوطني، في يعني درجة ضابط، درجة يعني فارس، يعني في درجات. وحتى في أوسمة للملوك والرؤساء، هذه خاصة للملوك والرؤساء. يعني في يعني وسام يعني الإبداع في الناس المثقفين أو أصحاب الأرقام القياسية، يعني كده يعني في أوسمة. لكن الجواب على سؤالك أنت اللي تشاهد هذا الفيديو: كم يتقاضى؟ أنا فقط أريد أن أعرف كم يتقاضى أي واحد توسم. أي واحد توسم هذا اسمه وسام، يعني زي هدية. هدية لا تباع ولا تشترى. يعني ما تقدرش تبيع الوسام، وما تقدرش يعني ما اللي توسم هو اللي يدفع رسوم الوسام. في رسوم تدفعها أنت بصندوق الأوسمة، يعني تدفع رسوم هذا الوسام. والوسام لا يورث، يعني ما تقدرش تورثه لابنك أو شيء، يعني ولا تتقاضى عليه أي شيء، ولا يعطيك أي ميزة، أو أنك ميزة خاصة، فقط أنه يكون عندك شرف أنك عندك وسام ملكي. هذا فقط، يعني شرف أنه صاحب الجلالة استقبلك ووسمك. يعني تكون هذه زي اعتراف مثلا بإنجازاتك فقط من أعلى سلطة في البلاد، يعني نيابة عن الشعب على ما قدمته فقط. هذا جواب على الناس اللي تسأل: كم من الناس تقول لك يتقاضوا $1000 بالشهر، $2000 كده. يعني كل واحد يعني يجيب قصة من مخه. هذا جاوبت على أنه ما فيش يعني salary أو يعني أو راتب شهري يجيك إذا توسمت عندك وسام ملكي فقط. ولكن عنده حتى عقوبات إذا يعني قمت يعني بأشياء يعني يعني تخالف أشياء، تخالف هذا، لأنه أنت عندك رتبة يعني توسمت، يعني عندك شرف الوسام. يعني ما تقدرش تعمل جريمة أو تعمل أي شيء من هذا القبيل، أو جنحة أو أي شيء، لأنك عندك وسام مهدد أنه هذا الوسام ينسحب منك، لأنك زي توسخ سمعة هذا التشريف. وأتمنى إذا استفدت من هذه المعلومة تضغط على لايك
وتعمل شير للناس. أي واحد يسألك كم يتقاضوا، لأنه الحين في يعني الكل يسأل كم يتقاضوا هادو الناس. ما يتقاضوا ولا شيء، هم يدفعوا رسوم بسيطة على هذاك الوسام. وتحياتي لكم إلى فكرة جديدة أو خبر مميز جديد.